مش عايز بس جمهور النادي الاهلي يرجع عن تأييد والمجلس اداره النادي الاهلي ويطلع يقول لك طب ما كنا لعبنا ماتش الزمالك، ما هو بيراميدز النهارده اهو تعادل 0-0 وكده الاهلي بقى ليه امل في الدوري، لانه لو كان كسب الزمالك ويكسب بيراميدز الماتش الجاي كان هيتصدر الدوري بشكل رسمي. وليه ما لعبناش ماتش الزمالك؟ ما كنا لعبنا يا جدعان، دي مسرحيه. اللي حصل في مباراه بيراميدز ده مسرحيه. الكره اللي قدامك ديت يا باشا، الحكام حسبوها لبيراميدز اكتر من مره، وحسبوا اللي اخف منها كمان ضربه جزاء لبيراميدز وكسبوه ماتشات بيها. الكره اللي قدامك دي الحكم رفض يحسبها النهارده في ماتش بيراميدز بعد ضغط النادي الاهلي وبعد قرار النادي الاهلي بالانسحاب من المسابقه، وبعد تصريحات ايهاب الكومي الفضيحه ان هم بيجاملوا بيراميدز عشان يدوا له بطوله وعشان الاستثمار ما يزعلش. بعد كل النوش ده الحكام قرروا ان هم يراعوا ضميرهم وان هم يبينوا ان هم بيجاملوش بيراميدز، فبالتالي ما حسبوش الكرة دي ضربة جزاء. لكن في الوضع الطبيعي لو الاهلي كان مكمل المسابقة الكرة دي كانت هتتحسب ضربة جزاء وبيراميدز كان هيكسب الماتش والفارق كان هيفضل زي ما هو، ده لو ما كانش زاد.